النهارده هنعمل الحواوشي المصري بطريقه يعني اغلبيه الشعب المصري كلها عارفينها، فمش هقول لكم بقى سر التتبيله وسر التسويه المظبوطه. يعني انا هحاول اعرفكم طريقتي فيه، بيطلع معايا حلو وشبيه كده للمحلات، فبتمنى يعجبكم. وكمان ما بحبش اضافات كتير فيه، فيلا بينا نشوف الفيديو ونسمي الله. اول حاجه بيكون معانا نص كيلو من اللحمه المفرومه، وبيكون فيها نسبه من الدهون، و3 بصلات كده متوسطين الحجم بضربهم في الكبه بالشكل ده، وهبتدي بقى اضيفهم كده على اللحمه. هضيف معلقه كبيره كده من الفلفل الاحمر، وللتوابل معلقه صغيره كده من البهارات وزيهم ملح، وربع معلقه كده من الفلفل الاسمر هبتدي انزل بيهم. وهضيف بقى هنا كده انا مسيحه شويه كده هنا، وممكن تسيحوا شويه كده من الليه. هضيف كده معلقتين ليها، بتدي طعم حلو للحواوشي وبتنقله كمان في حتة تانية. هبتدي بقى اخد الخلطة دي واحطها كده في التلاجة شوية. هنحضر بقى العيش ونجيبه، لازم يكون العيش صابح وبيكون بلدي بالشكل ده. ببتدي بقى افتحه كده فتحة من المقص. وللعيش الصغير اللي انا عملته ده بيبقى شكله حلو جدا. كمان هنا انا عملته كده بالقطاعة، يعني شكل دائري بالشكل ده، فاداني القطع الصغيرة شكلها كمان بيكون جميل كده. وناخد قطعة كده من اللحمة ونلفها بشكل كرة كده، وبعدين هضيفها كده للعيش، وبعدين ابتدي اسويها من كل الجهات كده لحد ما تتبطط بالشكل ده. وهكرر نفس الخطوات في الباقي. طبعا ضغط اللحمة في العيش بيدي سمك ارفع، وبيساعدنا كمان على التسوية المظبوطة. وبرضو عملت كده في العيش الصغير قد ايه شكله حلو قوي، وكمان ان هو اطفالك هيعجبهم. جبت بقى الصينيه وهبتدي حطيت بقى عليها ورقه من الزبده، من الافضل ما تحطهاش لان هي هنا اتلزقت معايا في العيش. ابتديت بقى اني ادهنها علشان هضيف بقى الوش العيش. هنا انا بحب اضيفه من على الوش مش من على الظهر، لان بيساعد في تحكم وقلب العيش اثناء التسويه، لانه بيكون كده حمل معانا ما بيكونش طري، وفي نفس الوقت الردة ما بتنزلش تحت فمش هتبوظ شكل العيش معانا. ابتديت بقى ادهنه كده من فوق، وبعدين هدخله فرن ساخن على اعلى درجة حرارة في الرف الاوسط. وهبتدي اقلبه كده من تحت لفوق لحد ما يتحمر من جميع الجهات، وهيطلع بالشكل الجميل ده. قد ايه شكله حلو جدا، وزي ما قلت لكم كده في الاول شكل العيش الصغير شكله جميل وطري كده من جوه وكريسبي كده من بره. وشايفين العيش الكبير برضو حلو جدا، والفتحه اللي هي حصلت ان هي باينه اللحمه دي من ورقه الزبده، فمن الافضل ان كنتم ما تحطوهاش. ابتديت بقى اقطع كده العيش اهوت، طبعا شايفين قد ايه جماله وسواه من جوه مظبوط، واللحمه بتكون مستويه وحلوه جدا. بدأت هنا ارصه بقى، وقدمت معاه شوية كده من سلطة الطحينة وليمون كده معصفر عملته معاكم قبل كده، وشوية كده من الشيبسي. وقد ايه شايفين شكله وجماله وتسويته المظبوطة فبتمنى يعجبكم. وتعالوا نشوف شكله من جوه عامل ازاي، جدا من جوه. وهنقدمه كده ونغمسه كده في الطحينة، قد ايه جميل جدا، بتمنى تجربوه. ولو انتم اول مرة بتشوفوني ما تنسوش بقى فولو ولايك وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير. دمتم في رعاية الله.